بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. وبعد، حبايبي ومتابعيني على قناتي على اليوتيوب. ما زلنا في ملف الانتخابات الرئاسية. زي ما بيقولوا لكل مقام مقال، ولكل حادثة حديث. فطبعا احنا في فترة انتخابات إن شاء الله تكون يوم 10 و11 و12 الشهر الجاي. فعايزين يعني القصيدة الجاية دي قصيدة بعنوان انزل وشارك. انزل وشارك دي بنحس فيها المواطن المصري ان ينزل ويشارك في الانتخابات. صوتك انت حر فيه، محدش رقيب على صوتك الا ربنا سبحانه وتعالى. ولكن احنا عايزين كلنا نكون ايجابيين. بلد حضاري، بلد محترم، نكون ايجابيين، نشارك في الانتخابات ايا كان هتعطي مين من المرشحين. وإن كنت في هذا المقام كما سبق نؤيد ونبايع الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة قادمة إن شاء الله. وأنا شرحت في الفيديو اللي عدى اللي هو على هامش الانتخابات الرئاسية. الفيديو ده برضه نفس الحكاية على هامش الانتخابات الرئاسية، ولكن فيديو بعنوان انزل وشارك. بقول فيه انزل وشارك، صوتك أمانة، كفانا مذلة كفانا مهانة، مصر بلدنا في أعلى مكانة، لمس ورقام الجشع حمانة، نفدي بلدنا بروحنا ودمانا، إذا ما دعتنا نلبي النداء، ودوما نكون لمصر الفداء، واجب علينا وليس رجاء، واجب علينا وليس رجاء، اخرج وشارك خليك إيجابي، مصر أبية حتى تسأل عرابي، مصر أبية حتى تسأل عرابي، يوم قال لي الخواجة يا ابن المرابي، مش هسكن قصورك وأعيش في الزرابي. ولدتني أمي في مصر الكنانة، ووصتني عليها وقالت أمانة، وقالت لي يومها بلاش استكانة، وقالت لي مصر فوق السحاب، مصر هتفضل لو الكل غاب، وقالت لي مصر فوق السحاب، ومصر هتفضل لو الكل غاب، اخرج وشارك وبلاش عتاب، واللي هيلمس مصر هيصرخ على أمه وأبوه وعلى أهل الغراب، واللي هيلمس مصر هيصرخ على أمه وأبوه وعلى أهل الغراب. ودي قصيدة للشاعر علي عبد الرازق الدالي، المعصر، الفتح، أسيوط. تليفون 011 511 60 29. وعايزين نخرج إن شاء الله يوم الانتخابات